الفلسفة اخرتها وحشة، والفلسفة اديتك على قرعتك. فما تتفلسفش تاني، ده عشانك مش عشان. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم زيكا. وهو سؤال واحد بس اللي هسأله لجوارديولا، وهي ليه الفلسفة؟ ليه؟ يعني انت كنت ماشي زي الفل بقالك كام سنة ونسيت الفلسفة من ايام تقريبا ماتش ليون كنت بتلعب في دوري الابطال. يعني دي اخر مرة انت اتفلسفت فيها. ايه بقى اللي حصل خلاك تفتكر النهارده الفلسفه تاني؟ يعني حبيتها تاني مثلا، افتكرت لها، حنيت لها؟ ايه اللي حصل؟ انت ماشي طول الموسم زي الفل والدنيا ماشيه معاك زي الفل، وفي ماتش الذهاب عملت شغل جامد قوي 3-3، والدنيا كلها بتقول ان انت هتيجي في الملعب بتاعك وهتكسب والدنيا حلوه، وترك للنهائي مفروش. ايه بقى اللي حصل خلاك تتفلسف؟ يعني وايه يعني حتى في الماتش دوت كارلو انشيلوتي مساعدك ومريحك، اللي هو بيقول لك بص بقى، يعني العب براحتك وانا هدافع يا عم. انا مش عارف هو كارلو انشيلوتي اصلا عمل كده ليه، ولكن هو كارلو انشيلوتي عمل كده. فحتى الراجل خدمك، فانت بقى بتفشخ نفسك. ده بص بقى ان الدنيا كلها عايزه تساعدك والامور متاحه لك. حتى اما دخل فيك جون، هو كان دخل فيك جون بالغلط، كلنا عارفين ان الجون دوت كان بغلطه ووكر، الراجل ما غطاش كويس. انت بقى مسكت ال 90 دقيقه كلها عمال تهاجم على ريال مدريد، وحق ربنا كان حقك تتعادل. وربنا كرمك وقال لك بص يا معلم، روديجر اللي ما بيغلطش فجاه غلط قدام دي بروين، وحطها له كده على كوره من ده باسيست، ودي بروين جاب جون. الدنيا خدمتك. اقوم بقى اصلح الهبل اللي انا عملته طوال ال 90 دقيقه، ابدل الخطه صح ولا اتفلسف؟ فانت قررت تتفلسف. ليه بتطلع هالاند؟ يعني مين اللي شار عليك الشوره ديت وقال لك طلع هالاند في الدقيقه 90؟ يعني بعد ما الماتش خلص وداخل بقى ايه في شوط تالت ورابع، مين بقى اللي قال لك تطلع هالاند؟ يعني الراجل اللي جنبك اللي هو الكبير، انا مش فاكر اسمه الصراحه، ولا هي جت مثلا من دماغك؟ بس اللي شار عليك الشوره ديت ما بيحبكش، اقسم بالله العظيم مش بيحبك، رايد لك الخير. فلو انت اللي عملت كده فانت تروح تتعالج، ولو الراجل اللي جنبك فانت ما تعرفوش تاني. خصوصا ان الراجل مش بيلعب وحش، الراجل عمال يدحر مع المدافعين. الراجل يعني كفايه روديجر عليه. انت اتفلسفت اول مره، ماشي، دي كانت اول فلسفه. لا وزودت تبلطين ان انت اتفلسفت تاني. يعني انت مثلا خلاص دخلت الشوط الثالث والرابع من غير هالاند، ماشي، فجأة كده جت في دماغك ان انا اطلع دي بروين. الشوط الرابع فاضل له 10 دقايق، كمل بالراجل. يعني انت ممكن بعد 10 دقايق تلعب ضربات جزاء، يعني في احتماليه، واحتماليه كبيره مش قليله، صح ولا مش صح؟ انت كده حضرتك طلعت هالاند ودي بروين وخلاص، البرنتات فاضل لها ايه؟ 10 دقايق. صباح الفل، اقل كمان من 10 دقايق، والله كانوا اقل من 10 دقايق. اهم اتنين بيشوطوا عندك ضربات جزاء انت قلت لهم ايه؟ ريحوا على الدكه. اللي هو انا مش عايز اقول الفاظ، بدل مثلا ما تطلع فودن اللي ما كانش بيعمل اي حاجه طول الماتش، الراجل كان مختفي. الراجل كان من اسباب ان الريال مدريد يعرف يدافع باريحيه. الراجل ما فين فودن؟ انا مش شايفه. على العكس تماما، فودن الماتش اللي فات الراجل كان مقطع ريال مدريد. حلو، انت الراجل مش يومه وده ما يعبوش. ما انت ما فيش لاعب هيلعب الموسم كله، طب اكيد في كام ماتش كده لازم يقعوا منه. فالراجل دوت مش ماتش النهارده، طلعه. وانت اصلا على طول طلع الراجل دوت وبتنزل مكانه الفاريز، فما عملتهاش ليه النهارده؟ واكانجي كان بيعمل ايه النهارده؟ يعني انا عايز اشوف اكانجي دوره ايه في الملعب. والله العظيم اقسم بالله العظيم ما كان ليه اي 30 لازمه، بل ان انت كده كنت بتلعب بلاعب ناقص. يعني في لاعب كده ملوش اي دور، فانت كده اللاعب دوت ما تحسبوش، نزل اي حد غيره، بس نزل حد بيفهم في المركز ده. اخر سؤال يعني هوجهه لك، انت راجل بقالك 120 دقيقه عمال تهاجم، يعني تقريبا داخل في ساعتين، ساعتين وشويه. حتى الجون اللي انت جبته كان بغلطه روديجر. فانت كنت بقى فين في ال 120 دقيقه دول؟ يعني ما فيش اي حاجه خطر على ريال مدريد بالنسبه لي انا، هي غير هي مثلا كوره واحده في العارضه والجون اللي جه اللي كان ايه بالغلط كده من روديجر. ولكن طول 120 دقيقه انت مختفي. انا اعتقد ان السؤال ده هتبقى اجابته سهله. ليه؟ لان انت عندك كارلو انشيلوتي راجل ايطالي، وراجل في الدفاع ما عندوش شمار حمين. الراجل النهارده كان بيدافع بس، ما بالك بقى هو لو كان بيدافع وبيهاجم كان عمل فيك. الفلسفه اخرتها وحشه، والفلسفه اديتك على قرعتك. فما تتفلسفش تاني، ده عشانك مش عشان. بحب اقول لك حاجه كمان، للاسف الخساره دي تقيله جدا. ليه؟ لان اول حاجه انت طلعت من دوري الابطال، يعني الثلاثيه باظت، دي اول حاجه. تاني حاجه انت لعبت 120 دقيقه، يعني اللعيبه بتاعتك اتفشخت، نفسها اتقطع، جسمها اتهرى. هتلعب بقى مين؟ هتلعب تشيلسي في الكاس، يعني الماتش برضه غلوب مغلوب. هتعرف بقى تصمد بعد الهزيمه ديت ولا انت هتعمل ايه؟ وخصوصا ان تشيلسي لعيبه من الفرق السخيفه معاك السنه دي، فانت هتعمل ايه؟ ربنا يعينك. بالنسبه لبايرن ميونخ وارسنال،
فالدنيا خلصانه من قبل ما نتكلم فيها. حتى وبايرن ميونخ ضايع في الدوري فهو بيستقتل في الابطال، وحظه كان حلو ان هو قابل الارسنال. ليه؟ لان انت عندك الارسنال عقدتها بايرن ميونخ، فالدنيا خلصانه. تعادلوا هناك في انجلترا 2-2، وماتش العوده في المانيا، فيعني القصه خلصانه. وبس كده بخير ولا سخير. كان معاكم زيكا. لو لسه مش عاملين سبسكرايب ومفعل الجرس على اليوتيوب اعمل كده. لو لسه مش عندي على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك واعمل لي فولو. و